ليش اغض البصر اذا هي ماخذه راحتها باللبس؟ شو انت منو قال لك انه موضوع غض البصر يتعلق بالنسوان وبس؟ لا صديقي، يتعلق بالنسوان والى جانب ديني والى جانب اخر مهم جدا يتعلق بيك انت بشخصيتك. بكل بساطه ما يريدك تصير ملطلط عينك ورا الرايحه والجايه. يعني تخيل طالع انت وصاحبك، تلقى صاحبك مركز بطريقه، تفتح وياه موضوع مركز وياك بالموضوع مالتك، رايحين تسوون شغل مركز بالشغل، كملتوا رجعتوا، شو تقول عليه؟ تقول عليه هذا انسان ادمي محترم منضبط. تخيل مره ثانيه تطلع ويا صاحبك، انت تحكي وياه هو يباع عن النسوان، عندكم شغله يباع عن النسوان، تقعدون وحدكم يباع عن النسوان، تعوفه واحده يباع عن النسوان، شو تقول عليه؟ تقول هذا انسان تافه ملطلط، عنده جوع حرمان جنسي وعاطفي وما جاي يعرف ينضبط ويسيطر على نفسه. لذلك الموضوع لك. وبالمناسبه غض البصر ترى هو فرع بسيط من فكره ومفهوم اكبر، يريدك تركز باللي عندك مو بالمشتتات، لانه التركيز بالمشتتات يخسرك اللي عندك. مثلا تفتح مشروع عينك على الناس، هذا ايش سوى، هذا ايش اشتغل، خسرت مشروعك. عندك دراسه عينك على الناس، هذا ايش يقرا، هذا ايش يسوي، خسرت دراستك. عندك علاقه عينك على النسوان، خسرت العلاقه. فالقصه الك. التركيز بالمشتتات من الممكن انه يعطيك متعه وقتيه، ولكن من الاكيد ياخذ منك ويخسرك المتعه الدائمه بحياتك.